النهاردة هعمل لكم أحلى رز بالبشاميل بطريقة بنات العيلة. أول حاجة هعملها هعصج اللحمة في طاسة سخنة على نار متوسطة. هنزل بمعلقتين سمنة ومكعب زبدة أو زيت ونص كيلو لحمة مفرومة وهقلبها كويس، وبعد كده هنزل ببصلة متقطعة ناعم وهفضل اقلب اللحمة مع البصل كويس لحد ما يندمجوا مع بعض، وبعدها هنزل بالبهارات بتاعتنا وهي عبارة عن معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود والملح ورشة من القرفة والزنجبيل ونص معلقة من بهارات اللحمة وكوباية خليط من البسلة والجزر، وهقلب الخليط مع بعضه وننزل بمعلقة من الصويا صوص وهسيبهم لحد ما يستووا. ويلا بينا نشوف هنعمل الرز ازاي. في حلة على النار هنزل بمكعبين زبدة ومعلقة سمنة، وبعدها نزلت بالبهارات لومي ولوري وقرفة عود، وبعدها هنزل بالرز اللي معايا وهديهم تقليبة حلوة كده لعند ما اغلف الرز بالسمنة كويس عشان يبقى مفلفل معانا. وبعدها احط 4 كوبايات من الشوربة عشان لكل كوباية